سؤال واحد، ليه البني ادم يعمل في بيته او في شقته كده؟ ليه؟ تقريبا ده يا جماعه كان عيد ميلاد او احتفال باي حاجه، بس تقريبا كان عيد ميلاد او خطوبه او اي حاجه يعني. خلى الشقه بالمنظر ده يعني بجد. يعني المنظر بشع بشع، ده الله يكون في عونه. ده عايزين 3 كمان معاهم ينظفوا الشقه. والراجل محترم جدا يعني ان هو قام ساعدها. يعني انت راجل تشكر، وحركه يعني كويسه جدعه منك يعني. يا جماعه انتوا وحشتوني قوي. قبل اي حاجه بس ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه، وتفعلوا الجرس، وتعملوا لايك للفيديو ده، وتقولوا لي بتتابعوني منين، اخباركم انتوا منين، وكمان هتلاقوا الفيديو ده كمان على القناه. احنا ما بقيتش اعمل فيديوهات كتير على القناه، بس جماعه والله العظيم يعني ما بقاش ليا مزاج ان انا اعمل. يعني المره دي قلت اعمل بقى ايه، قاعده متدفيه كده على السرير، فقلت اطلع اعمل لكم فيديو يعني نسلي نفسينا. الفيديو ظهر قدامي بصراحه فاستفزني قوي، فقلت اعمله معاكم. بصوا حتى المطبخ يعني كل حاجه. الشقه بجد يا جماعه ايه ده، مستفزه. بصوا مفيش حته مفيهاش كراكيب يعني، مفيش. هتعملي ايه يا حبيبتي؟ ولا انت هتعمل ايه؟ الله يكون في عونكم. بصوا شنطه زباله قد ايه. شوفوا بقى كام شنطه طالعه من الحاله دي كلها من الشقه. حلوه قوي بتاعه الاكل دي. بص هي حلوه ومش حلوه يعني، فاهمين؟ يعني مثلا انا نفسي اكل على حاجه ولسه هستنى بقى اللي هي تلف لي بقى، فاهمه؟ مثلا لو انت عايزه تلف يعني عايزه تمدي ايدك تجيبي حاجه، تلاقي بتاع جريت، وحلوه برضو يعني بكذا حاجه يعني. بس المطبخ عامل ايه؟ انا حلم حياتي بحلم بمطبخ زي ده بجد. يعني لو خطيبي بيسمع الفيديو، انا نفسي عايزه مطبخ زي ده. اعملي مطبخ زي ده يا مصطفى، اعملي مطبخ زي ده. انا عايزه مطبخ زي ده. بحب المطبخ المفتوح اللي هو بيبقى على الصالب والناس شايفاني وكده. بحس ان انا شايفه بقى الناس كلها قاعده بره، يعني هما مثلا بيتكلموا في موضوع فانا اتكلم في نفس الموضوع، عشان ايه؟ ما اكونش بعيده عنهم. هيكون هما في حته وانا في حته، لا احنا جنب بعض يعني. فكون سامعاهم، ما يكونش في مثلا حيطه فاصله او اي حاجه، وهم في الصاله وانا في المطبخ جوه. فلا يعني مش هيفوتني حاجه. فبحبه عشان كده بصراحه. فرقعيهم، طب شيليهم طيب. بس هيفرقعوا لوحدهم يعني. فرقعوا. انت خايف من ايه؟ دي بالونه. الراجل عمل كده اتخض يعني، اتخض من بالونه. طب فرقعيني بقالك ساعه بتفرقعها في ايدك. يا جماعه الفيديو طويل جدا يعني، هو اصلا كان طويل، كان حوالي 12 دقيقه او اكتر، وهم كمان مسرعين الفيديو. فانا خدته سرعته اكتر وخليته 5 دقايق. 5 دقايق حلو يعني. بصوا كمان الحاجه لازقه في الارض ده إيه؟ يعني ليه الاذى؟ طب وليه تعملوا في نفسكم كده يعني؟ ليه تعملي حفله ولا تعملي عيد ميلاد في البيت؟ يعني ما تعمليه بره في كافيه ولا في اي حاجه يعني، ادفعوا فلوس واعملوا بره. يعني انا يعني ليه تعملي في البيت وتنيلوا بالمنظر ده؟ وكمان مش شايلين العفش بتاعهم او اي حاجه، لا سايبينه يعني، فاهمين؟ بس يا جماعه انا هسيبكم بقى ايه، تكملوا انتوا الفيديو. وما تنسوش بقى تقولوا لي انتوا بتتابعوني منين. باي.上最枯萎的红色高跟鞋，该怎么去形容你最贴切？拿什么跟你做比较才算特别？对你的感觉强烈，却又不太了解。只凭直觉，你像我在柜子里的舒服，却又像风捉摸不住，像树上散发的香水味，这爱不释手的红色高跟鞋。该怎么去形容你最贴切？拿什么跟你做比较才算特别？对你的感觉强烈，却又不太了解。只凭直觉，你像我在柜子里的舒服，却又像风捉摸不住，像手腕上散发的香水味，像爱不释手的红色高跟鞋。哦。让你像我在柜子里的舒服，却又像风捉摸不住，像手腕上散发的香水味，像爱不释手的。我爱你有。你等我是老哥，我赶紧。我穿着光不退路，你能否让我停止这种追逐？就这么上最枯萎的红色高跟鞋。
怎么去拥有一道彩虹？怎么去拥抱一夏天的风？天上的星星笑地上的人。洗了个澡，洗了头，现在好舒服呀，感觉。今天吃了不少饭，全当锻炼了。啊，慢慢回来。你的笑容，要放手，它怎么拥有？如果你快不是为了为了放手，其实才是拥有。一阵风吹来，风筝飞上天空。